السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم هذه الوصفه نتاع هذه المعسلات اللي يجيو بزاف بنان ومناسبين بزاف لشهر رمضان الكريم. هنا نمشيو ديريكتومون نبداو في الوصفه تاعنا. نعمل في باسينه نعمل ارطن تاع فارينه، نزيد عليها وحده سكر فاني ولا معلقه صغيره نتاع لافاني، وعملت عليها باكيته خماره تاع الغاتو، وعملت معلقه كبيره نتاع الخل. هنا بالنسبه للزبده درت 75 غرام تاع زبده كنت ذوبتها وخليتها تبرد. نخلط هاد المكونات مليح، نسيي ندخل هذيك الزبده في هذيك الفارينه عفوا نسيي ندخل هذيك الزبده في هذيك الفارينه، ومن بعد ندلم بلا حليب يكون دافي. هنا الحليب ماشي يكون دافي ما يكونش بارد، كما نقولوا حنايا الحليب ما تعملوش بارد وصايك، كما نقولوا شويه دافي. تبدا تلم هذاك العجين تاعك بشويه وتخوي هذاك الحليب، كما نقولوا حنايا هذاك الكاس يدخل لك في هذاك الرطل تاع الفارينه. انا هنايا ما نلمليش كامل العجينه، اسمع عملت مشيت عاود جبت حل 4 كاس تاع الحليب باش نزيد نلم به هذاك العجين اللي باقي ما تلمليش. هنايا تنجم في بلاصه هذا الحليب اللي زدتو انا في التالي تنجم تعمل نتينا المازهر، حتى المازهر يجي به الشباب. انا كما شفتوني انا لميت العجين تاعي كامل بالحليب، بديت نسلك في يديا وغسلتهم. دوك تشوفوني هكذا نسلك هذاك العجين كامل من يديا ونمشي نغسل يديا ونوريكم اسن نعملو الضروه. هنايا كما مشيت غسلت يديا وليت هذيك العجينه ما تدلكوها ما والو، هاد العجينه غير تلمها وتبدا تخدم فيها ما تدلكهاش كامل. هنا نعمل نقص هذاك العجين كما نقولوا حنايا عجينات صغار باش نخدموهم ونعاودو نردوهم في الباسينه تاعنا، ونروح نمشي نجيب هذاك بابي فيلم ونغطيهم باش ما تعملنيش هذيك الطبقه من الفوق تاع نقولوا حنايا تولي نقولوا فيها تكون في هذيك الطبقه الخشينه. نغطيها هكذا بالبابي فيلم ومن بعد نمشي ديريكتومون باش نجيب الماشينه نتاعي. هنايا اوبليغاتوار نخدموا بالماشينه تاع الكريوش. هنايا نفوتوها في الماشينه تاع الكريوش، من بعد في الماشينه تاع الرشطه باش يجينا هكذاك هاد المعسلات تجينا هكذاك مخنشه. هنا نعمل نمشي نلصق هذاك العجينه تاعي ومن بعد نجيب شويه فارينه باش نبدا نحل هذيك العجينه. هنا اوبليغاتوار تخدم بالفارينه باش ما تلصقلكش العجينه في الماشينه. هنا نبدا نحل في العجينه تاعي، نفوتها في نيميرو 4 ومن بعد في النيميرو 6. هنايا ماذا بك كي تكون تحل هكذا في العجينه كما دوك تشوفوني انا هنايا كما نحلها كما نقولوا حنايا في الجناب تاعها ماذا بك تعملها كاري. علاش؟ باش كي تعاود تمشي تفوتها في هذيك الماشينه تاع الرشته كما نقولوا حنا تجيك قد ما يجيكش واحد خيط طويل وخيط قصير، باش كي تكون تقرص فيهم دوك نوريكم كيفاش الطريقه ما تجيكش كما نقولوا حنايا الحبه هذيك تجي فيها الخيطان هابطين يجيو كلش ملمومين في هذيك القرصه اللي تقرصها نتينا. هنا كما شفتني هنايا اني فوت في الماء في الكادر من بعد في السيس، من بعد هنا نجي نطويها كما كتشوفوا هنايا باش تجيني العجينه في الطرف كاري. احنا نزيد نفوتها في نيميرو 6 ونمشي ديريكتومون باش نفوتها في نيميرو باش نفوتها في الماشينه تاع الكريوش. هنايا كما شفتوني هنايا العجينه كي تشوف فيها ما راها طريه ما راها اصحى، راها كما نقولوا حنايا العجينه تجي ما طريه ما اصحى، تجي مليحه. هنايا راني بديت نحل فيها كما تشوفوا فيا. هنايا هذاك اللي يبقى لك مفتت خليه دو كوتي دو بريفيرونس، ما تخليش فوق الطابله باش ما يبسلكش. وهنا كي تكون تقرص نتينا كي تكون تقرص شوف اسكو كاين خيطان زايدين كي زرفت الحبه تجيك مخنشه من تحت ولا لا باش تعرف. هنايا انا هنا كيما قرصتهم هكذاك بيديا كي تكون تقرص نقولوا زير باش العجين باش يقبط في لي كوتي. هنا زيد كي ترفدها زيد زير عليها شويه واسيي تحلها هكذا كما انني نحل فيها بيديا باش نقولوا حنا الا كانت العجين لاصقه في بعضها بعض ينحل. هنا كي تسدفهم ما تخافش منها، بون كي تحط وحده قدام وحده مش حيصرى والو. احلها كما كتشوف فيها هكذا وحطها في الصينيه. هنايا كي تحط في الصينيه دو بريفيرونس تغطيها. هنا نزيد نوريكم العجينه الزاوجه، نزيد نحلها كما شفتوني في العجينه الاولى نحلها هكذا رقيقه، من بعد نفوتها في النيميرو 4 في الماشينه تاع الكريوش، ومن بعد نزيد نفوتها في النيميرو 6. انا هنا فوتها في نيميرو 4، من بعد نلوي هذوك لي كوتين شغل نسي باش نعملها كاري. العجينه تاعي منها كاري شوفوا كيفاش هنايا ها. من بعد نزيد نحلها شويه بالوراء هكذا، ومن بعد نعاود نزيد نروح نمشي نفوتها في هذاك الماشينه في نيميرو 6.
غير نحيها من الماشينه تاع الكريواش في النيميرو 6 ديريكتومون نمشي نعاود نعملها في الماشينه نتاع الرشطه اللي نعملوا بها الرشطه. هنايا تقطعت لي شويه معليش، هكذا نفوتها في الماشينه تاع الرشطه تاعي كما كتشوفوا فيا هنا هكذا، وتحطها فوق الطابله باش تخدم. هذاك العجين ما تخليش لاصقه في الماشينه، ما تخليش فوق الطابله باش ما ينشفلكش كيما قلت لك. لموه هكذا وعملوه هكذا كما لميتو انا، وعملوا في ساشي ولا عملوا مع العجين اللي تكون حطيته ديجا مقبل في الباسينه. انا حطيته في الباسينه، نتينا دبر راسك فاش تكون عملاته. هنا كما كتشوفوا فيا نقرط هنايا الحبات واللي صغار ولا كبار، نتينا كما نقولوا حنا القيس لك حباتو. نتينا دوك نتينا تحبهم كبار تحبهم صغار، هذا يولي لك انت. انا عملتهم ما كبار ما صغار، جاو متوسطين وجاو ملح. اما كما كتشوفوا فيا هنايا نزيد نكمل لا كونتيتي اللي راها عندي هنايا. العجين اللي راه باقي لي كامل نكملو. انا هذيك الحبه بما نحطها باش تخرج هاد الحبات نتاع هاد المعسله لازم ينشف، لازم هذاك الحبه تشوفها باللي من الفوق يبست. كي تعملها تخدمها وتحطها في ديك الصينيه، كي توشيها تغطيهم بون تغطيهم وتحطيهم على تحطهم على جنب. نقولوا راح نخليهم بالك واحد الساعه ولا ساعتين هكذاك باش يبطوا لك. نقولوا باش يبطوا لها فرن، تخليها تنشف لك، تغطيها في كاش سربيته ولا هكذا وتخليها تنشف. انا كما شفتوني هكذا راني نخلخل الحبه ونحطها في الصينيه، وحبه قدام اختها ما راه ماشي يصرا والو، تقعد هي الحبه ما راه ماشيه نقولوا حنايا تخمر ما والو. هنا كيما شفتوني عملته يخمر، وهنا بديت باش نمشي نقلي. هنا كتكون ماشيه تحطو في المقلاص نتاع من الزيت تاعك يسخن مليح مليح. الحبه تاعك ما تحطهاش كيما ترفدها، نقولوا الجهه التحتانيه اللي ما تكونش يابسه هي اللي تجي من الفوق، الجهه اليابسه تجي من التحت كترميها في المقله هي اللي تجي من التحت، والجهه اللي ماشي يابسه تكون محطوطه عليها الحبه هي اللي تجي من الفوق. علاش؟ باش كي تحطها في الزيت تنتفخ، بهذاك الزيت اللي كيكون يغلي هو اللي يحل الحبه. كما كتشوفي انا كان نحط الحبه هنا تنحل. لو كان تعملها بالعكس تحطها كيما تكون رافدتها مستحيل كما نقولوا حنايا تطلع لك هكذا، تقعد لك هكذاك الحبه مسبطه هكذاك وما تجيك شابه في النظره. هنا كما كتشوفي يعني نقلي فيهم. انت كي تشوف الحبه تاعك بدات تولي دوغي اقلبها، وكي تشوف الحبه تاعك طابت ما تعملش الزيت الويه. علاش؟ باش يطيبوا لك هذوك الجناب اللي يكونوا قارصينهم. ما تنساش باللي هما راهم شويه خشن بارابور للحبه نتاع هاد المعسله. هنايا نكمل نقلي هاد الحبات تاوعي ونعسلهم. هنايا طريقه التعسل تاعهم، هنا كتنحيهم من المقله ديريكتومون تعملهم في العسل تكون ديجا انت عملتها سخنت لك شويه، ما تعملهاش سخونه بزاف باش ما تطريلكش الحبه، وكما نقولوا حنايا ما تعملهاش بارده باش ثانيك ما تهرسلكش الحبه كي تكون تعسل فيها. هنا نكمل نقلي ونعسل الحبات تاع هاد المعسله. وها هي هذه المعسله تاعنا بعد ما كنا قليناها وعسلناها وزيناها بشويه ورد وشويه تاع لوز ايفيلي ولا او ايفيلي. هنا وصلنا لنهايه لا فيديو. نقول لكم ما تنساونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتبارطاجيوهم مع اصحابكم وناسكم، وتهلاو في رواحكم، والى اللقاء.